يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد عبر موقع النبطيه.org. معلومه جديده رح تقدم لنا اياها اليوم اخصائيه التغذيه ملك الشيخ علي، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبتي. أنا حابة اليوم أحكي عن مشكلة الإمساك، لأنه هي من المشكلة اللي بيعانوا منها الصائمين كتير. بداية كيف فينا نعالج أو نحارب مشكلة الإمساك؟ أول شيء كرمال هيك نحن دايما بنقول بشهر رمضان عنا الإفطار يكون في عنده تراتبية، يعني بلش نحن دايما بكباية المي. هلا ليه كباية المي؟ غير فوائدها اللي نحن حكينا عنها بقصة ترتيب الجسم، أيضا كباية المي هي بدها تنظف الكولون، هيك بخلي الجسم او بالاحرى الجهاز الهضمي يشتغل بطريقه افضل، وبالتالي بتخفف عنا مشكله الامساك. هذا اول شغله. ثاني شيء عنا الالياف، دائما بس نحكي عن الامساك بدنا نحكي عن شيء اسمه الياف. الالياف هو الاساس بمعالجه الامساك. هلا وين بنلاقي الالياف؟ بنبلش بالشوربه. كاسه الشوربه كرمال هيك دائما نحن بننصح بتناول الشوربه، والشوربه تكون اكثر عباره عن خضار، لانه الخضار بقلبها كثير الياف. حتى العدس، شوربه العدس اللي هي كمان بقلبها الياف عاليه، وبالتالي بتحارب لنا مشكله الامساك. صحن الفتوش اللي هو كمان بقلبه خضار، والخضار كمان بنحكي عن نسبه الياف كثير عاليه، وهذا الشيء كمان حيعالج لنا مشكله الامساك. ايضا اذا بدنا نحكي عن الطبق الرئيسي، الطبق الرئيسي خليه دائما قد ما فينا نبعد عن الاكل اللي هو جدا عالي بالسعرات الحراريه، او بالاحرى عالي بالدهون، لانه الدهون والمقالي هي اللي بتعملنا مشكله بالجهاز الهضمي، وبالتالي هيدا الشيء حيخلي يصير في عنا مشكله الامساك. لما نعتمد على الاطعمه اللي هي بتكون مشويه بقلب الفرن او مسلوقه وغير هيك، بده يكون الصحن بقلبه حتى النشويات تكون النشويات اللي هي بتجي من القمحة الكاملة، يعني نحكي عن الخبز الأسمر بعد قد ما فينا عن الخبز الأبيض أو غيره. غير هيك كمان ما ننسى واهم شغله واللي هي بتمشي لنا حركه الامعاء، اللي هي الرياضه كثير بتفيدنا تنعالج مش بس الامساك والنفخه وغيرها من المشاكل المعده. فلا خلونا دائما نمارس رياضه بعد الافطار، ما في مشكله ننطر، بس بدنا ننطر وقت يكون هضم جسمنا ونقعد نمارس رياضه. في شيء واحد بيقدر يشربه بيساعد على هذا الموضوع؟ نعم، في كتير من المشروبات الساخنة اللي بتفيد وبتريح كتير المعدة. خلينا نحكي عن البيبونج، عن النعناع، حتى إذا زدنا لهم زنجبيل مع قرفة كمان كتير بيفيدوا الجهاز الهضمي. في عندي كنت ماخذة شاي، بتحكي أكثر عالم، يمكن حدا عالم عنده مشكلة يمكن يستفيد منه. نعم، هو هيدا الشاي هو مصنوع عادة من الأعشاب الطبيعية، من الذرات، حتى بقلبه شوية قرفة، بهار أسود وغيرها، اللي بيساعدوا أول شيء على معالجة مشكلة الهضم، اللي هي هون بتخفف عملية النفخة أكثر شيء، وبيعالجوا الإمساك كمان، وبالإضافة بيزيدوا عملية حرق الجسم. بس تزيد عندنا الميتابوليزم، بالتالي هون بيصير الشخص بيخسر وزن أكثر. هيدي كانت معلومات ملك لليوم، ولازم نحن نتفق على شغله انه ما في مشروب سحري لو شو ما كان، دائما لازم نعمل معهم دايت ورياضه. وانا حاحفظ هيدي المعلومه وانتم كمان احفظوها، ونشوفكم بحلقه جديده.